حسب رايك رودري يستحق البالون دور؟ فيني في 39 مباراة ساهم في 35 هدف، سجل 24 هدف وقام ب 11 تمريرة حاسمة. اما رودري في 50 مباراة ساهم في 23 هدف، سجل 9 اهداف وقام ب 14 تمريرة حاسمة. وكانت تلاحظوا الارقام هذه قريبة برشا الارقام نتاع الموسم الفارط، وقت اللي كانت عنده حظوظ اقوى وقت اللي فاز بالرباعية مع السيتي. مال علاش ما هزهاش عمناول؟ توا باش نحكيو على الالقاب. فيني فاز باربع القاب منهم الشامبيونز ليج، ورودري فاز بثلاثة القاب منهم اليورو. فمن ناحية الالقاب نجم نقول لك متعادلين، بالرغم من اللي فيني فاز اربعة، اما على خاطر نعتبروا اليورو اقوى من الشامبيونز ليج. وكان تلاحظوا في الموسم الفارط حتى قبل الموسم الفارط فيني تلقاه في الماتشات الصعيبة ومكثريتهم ماتشات الشامبيونز ليج تلقاه يقدم في اداء اسطوري. وبالحق في وقت الغسرة والنهائيات الريال تلقى كان فيني، وفيني الموسم الفارط لعب 3 نهائيات وساهم فيهم ب6 اهداف. اما ما ننكروش اللي رودري قام موسم كبير خاصة مع اسبانيا، واللي خذا احسن لاعب في اليورو. اما نقولوا الحقيقة الموسم اللي قام به رودري ما يجي شيء قدام الموسم الاسطوري اللي قام